يجادلهم في صدورهم. وقرآننا في حياتنا، قرآننا هو صالح بن عبد الله وعلي بن موسى وأحمد بن علي، هذا هو قرآننا. قرآننا هي التربية، هي الخلق، هي العيشة اللي نعيشوها. لكن قال كان خلقه القرآن. شنو معناه؟ معناه عندما تراه ترى القرآن يتعرف، ترى هذا القرآن وأدب القرآن. هذا الجانب الأول اللي جاء الكتاب من أجله، وهو أن يكون محفوظا من الأمة فلا يترك ولا يهجر، وإنما يقام حقه بين الناس. ثم الكتاب يا أخواني الكرام هو يحفظنا. شو معنى هو يحفظنا؟ احنا عزنا باش كان احنا قبل ما يجينا القرآن ايش كنا؟ كما نسرح بتاع غنم ونسرح بتاع بنت، عايشين في صحاري ناكلوا في الحلوف، عايشين كالحيوانات، يقتلوا بعضنا بعضا ويعتدي بعض على بعض، ولا يفرق لا مرته ولا جارته، وما تعدي عليهم الكل، وياكل فلوس الناس ويتعدى عليهم. هذه الحال شكون رقانا منها؟ اللي رقانا منها هو الكتاب الكريم. بل ربي قال لنا لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم. قالوا بعض العلماء فيه ذكركم، اما انكم مذكورين فيه باعتباركم مدعوين من خلاله، او فيه ذكركم يعني فيه علو مقامكم. يعني هذا الكتاب هو الذي يرفعكم، الكتاب هو اللي حضركم، الكتاب هو اللي جعلكم أمة مهابة في العالم يخشاكم الناس، الكتاب هو اللي جعل الأمة الجاهلة يولي فيها حكماء. ما عندناش في تاريخنا قبل الإسلام حكماء، الحكمة جاءتنا بالإسلام، ولينا بها دولة، ولينا في العالم نحكم. وجاءوا الرومان ما نجدوناش، وجاءوا الفرس ما نجدوناش، وبنينا حضارات وبنينا كليات وبنينا جامعات وبنينا مساجد وعملنا طرقات ونورنا الطريق للناس، وبنينا المدارس وبنينا المستشفيات، وكانوا علماءنا ينتقلون من المشرق الى المغرب باش يعلموا باش يداويوا، ورؤساء الدول الاسلاميه وقت يجيهم طبيب مسلم باش يداويهم. ووقت اللي كانت قرطبه الطرقات بتاعها تشعل فيها الانوار في الليل، في الليل قرطبه عندها بلديه وتشعل الضوء في الليل عن طريق الفنارات. باريس كانت فيها حفر، وقت اللي يخرج واحد بعد النور بتاعي حر ما يبقاوش يموت حر. ووقت اللي ابسط مسلم يغسل وجهه ويديه ويسقيه 5 مرات في النهار ويغتسل على وجه الاستحباب الكبير يصل الى حد الوجوب، وجوب السنن. مره في الجمعه اذا كان ما طرحش عليه طار يفرض عليه الاغتسال. لويساز رئيس الفرنسيس يقعد 6 سنوات ما يغسلش، 6 سنين. يجيبوا له قلقاشه بتاع البطاطا مش تحيله الخشب في المصحة اللي 6 سنين ما يغسلش. واحد هو ريته جيبك يا مو يعمل تفكرون وانا تقول لي حمين جايبني وكان يعمل يقولوا لي يعمل سبيريتو، اما ما يتحطش على جسمه. فاذا اخواني الكرام احنا مولينا امه عزيزه وعندها قيمتها، وتكونت فينا التجاره والعلم والثقافه والادب والفن. هذه كلها مظاهر الحياه اللي جعلتنا امه، وجعلتنا امه تخاف منها. احنا ابتدعنا علم الطب ونشرناه في العالم ونقلناه، احنا كونا طرق نتاع ادويه ما هيش موجوده. كانوا يداووا المرضى النفسيين عنا احنا المسلمين عن طريق الموسيقى. اما الناحيه العامه في تونس سبيطار اسمه سبيطار عزيز عثمان، مش سبيطار اللي تعرفوه القصبه، السبيطار الاصلي اللي كان موجود في اول سوق النحاس. الناس يقولوا اسمه ناس العزافين. علاش؟ لان الناس اللي كانوا يتعداون يسمعوا عزف الموسيقى. المرضى النفسانيين معناها المبنى باش يداويهم عن طريق العزف.
طريقة ما اكتشفوها إلا بعد 7 قرون من اكتشاف المسلمين لها، وشتانا بين حالنا وقت اللي كنا وحالنا وقت اللي تردينا. الأمة هذه اللي يحفظها هو القرآن، هو اللي يحفظها بكيانها، هو اللي حفظها وحدتها. تحس روحك وقت اللي تتلاقى مع باكستاني ولا مع سنغالي ولا مع أي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تحسوا منك وإليه، تحسوا أنكم أمة واحدة. المعاني هذه يا إخواني الكرام علاش نذكروا بها اليوم؟ نذكروا بها اليوم لأن احنا في الفترة اللي احنا فيها الآن بلادنا قاعدين نبنيوا فيها ونشيدوا فيها، بلادنا اختلطت قدام السبل والطرق، خدينا مقاليد أمورنا بيدينا، ساعات اسمه متغرقين على اليمين على اليسار، قاعدين نتلكشوا على بعضنا، ساعات يقولوا كلام زايد كلام ناقص، عرض ولا خصام في بعض الحالات. أشنو اللي ممكن باش يضمن لنا وحدتنا؟ أشنو اللي يمكن يضمن لنا أنه غدوة ما يتمس حد فينا؟ أشكون اللي باش يضمن لنا أمننا؟ أمن هالبلاد هذه ما يضمن إلا شعبها عن طريق مبادئ راسخة في نفوسنا، هي مبادئ هذا الكتاب الكريم. هذا الكتاب قام على أساس أن المختلفين يجب أن يحتكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وهذا الكتاب قام على أن المختلفين يعدل بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، وهذا الكتاب يطلب منا ونحن نختلف أن يحب بعضنا بعضا وأن لا يقسو بعضنا على بعض. قال لنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كمل أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. المبادئ هي التي تحفظنا اليوم. احنا يا إخواني الكرام ما فماش واحد منا ناطق على لسان نبي، ما فيناش واحد فيه العصمة، كلنا كلامنا يؤخذ منه ويرد وكلامنا فيه الخطأ وفيه الصواب، والغلطة أن نعتد برأيي وانت تعتد برأيك وانت تعتقد ان الحق معاك وانا تعتقد ان الحق معايا وهذا كله خطأ. الأمة هذه كغيرها من الأمم لن يستقيم لها حال ولا مستقبل إلا إذا كان تحاورنا مع بعضنا، وإذا كان ما استعملناش العنف مع بعضنا، وإذا كان ما كفرناش بعضنا وما بدعناش بعضنا، وإذا كان ما رميناش بعضنا الشيطان الرجيم يكون علاجنا. احنا مطلوب منا مش نكون وحده، مطلوب منا مش نحب بعضنا، غدوه ولدي وولدك وبنتي وبنتك امامي في عنقي وعنقك. واذا كان خرجنا الظالم وامكننا مش ناخذ مقادير الامور بايدينا نكونوا اغبياء وقت اللي نضيعوا نعمه الحريه اللي ربنا عطاها لنا. انتم تعيشوا في نعمه 50 سنه واحنا محرومين منها، والكبار الأمثال يعرفوا قيمة الحرية محروم منها الإنسان، لكن أولاد الشباب الآن يحلوا عينيهم يبقوا غير قادرين يشوفوا في الشارع يتكلموا كما يحبوا، يسمعوا اللي يحبوا، ما يسمعوش اللي يحبوا، يلزمهم ما يغلطوش، يلزمهم ما يدركوا بأن هذه
مطالبين بالمحافظة عليها. وشكون قال غدوة نجموا نجتمعوا؟ وشكون قال بعد 6 أشهر نجم نجي ونتكلم؟ زعما تبقى النعمة عندك ضمان؟ زعما تقابل تتقلب بالأمور. ولذلك الحكمة تقتضي منا أن نحفظ النعمة. وحفظ النعمة كي الماء يجي، إذا كان عندك ماء وسبالة والماء هضعار ما تجيش تسيب الماء في الشارع وتخليها مل وتدخلها موجود بيها الإسراف فيه الناس. لازم تحافظ عليه، والمحافظة عليه هي التي تبقيه. النعمة بتاع الحرية اللي موجودة اليوم احنا مطلوب منا مش نحفظوها عن طريق اولا الاعتزاز بالانتساب الى هذا الوطن العزيز. البلد هذه وحدة متكاملة كانت في التاريخ بلدا له قيمة، كنا جزء من العالم الإسلامي، وفي المستقبل نحب نولي جزء من العالم الإسلامي. يجمعنا الإسلام غيرنا من الأوطان، لكن اليوم اللي قدامنا بلادنا، وبلادنا هذه نعتزوا بها نحبوها.